يا ترى، هل سمعتم من قبل عن المعوذة؟ تلك المرأة التي باعت روحها للشيطان مقابل قوة غريبة؟ في قرى بعيدة عن ضجيج المدينة، تنتشر حكايات مخيفة عن هذه الكائنات الغامضة. يقولون أن المعوذة تستطيع التحكم في الجن، وأنها تظهر في الظلام لتفعل ما تريد. لكن هل هذه القصص حقيقية؟ أم أنها مجرد حكايات يخوفون بها الأطفال؟ في هذه الليلة سأروي لكم قصة حقيقية حدثت في قرية بعيدة، قصة عجيبة عن امرأة اسمها عائشة اتهموها بأنها معوذة. في تلك القرية النائية كانت عائشة تعيش حياة هادئة مع عائلتها. كانت معروفة بطيبتها وحبها لمساعدة الآخرين. لكن في يوم من الأيام بات تحدث أمور غريبة في القرية. اختفت الحيوانات، وبدأ الناس يسمعون أصواتا غريبة في الليل. بدأ الخوف يتسلل إلى قلوب الناس، وبدأت الشائعات تنتشر. قالوا إن عائشة هي السبب، وأنها تملك قوى خارقة للطبيعة. في إحدى الليالي قرر بعض سكان القرية مواجهة عائشة. تجمعوا أمام منزلها، وبدأوا يصرخون ويتهمونها بأنها معوذة. حاولت عائشة الدفاع عن نفسها، لكنها لم تستطع إقناعهم. أخذوها إلى شيخ القرية الذي قرر أن يختبرها. طلب منها أن تقوم بأشياء مستحيلة، وعندما فشلت قرروا أنها مذنبة. لكن في تلك الليلة حدث شيء غير متوقع. ظهرت امرأة غريبة في القرية، وقالت إنها تعرف الحقيقة عن عائشة. قالت إن هناك شخصا آخر في القرية هو المعوذ الحقيقية، وأنه كان يستخدم عائشة كغطاء. بعد تحقيق طويل اكتشفوا أن المرأة كانت على حق، وأن عائشة بريئة. هذه القصة تذكرنا بأن لا نحكم على الناس بسرعة، وأن نبحث دائما عن الحقيقة قبل أن نتهم أحدا. فهل تصدقون بوجود المعوذة الآن؟ عاشت عائشة وحيدة على أطراف القرية. كانت امرأة عجيبة، شعرها أبيض وطويل، ونظراتها تخيف أي شخص. كانت عائشة غريبة، لا تحب أن تجلس مع الناس. تقضي معظم وقتها في بيتها القديم، ولا تخرج إلا قليلا. كان الناس يتكلمون عنها بالسوء، ويقولون أنها تعرف أشياء غريبة، وأنها تمارس السحر. في ليلة باردة، وبينما كان أطفال القرية جالسين حول النار، حكى لهم جدهم قصة مخيفة عن المعوذة. قال لهم أن المعوذة كانت امرأة جميلة، لكنها أرادت أن تصبح قوية. ذهبت إلى الساحر وباعت روحها له مقابل أن يحقق لها ما تريد. لكنها دفعت ثمنا غاليا. تحولت إلى امرأة قبيحة، وأصبحت لعنة على كل من يقترب منها. كان الجد يتحدث بصوت منخفض ومخيف، مما جعل الأطفال يقتربون من بعضهم البعض بحثا عن الدفء والأمان. قال لهم أن المعوذة كانت تعيش في الغابة القريبة من القرية، وأنها كانت تظهر في الليالي المظلمة والباردة. كانت تبحث عن أرواح الأطفال لتأخذها وتزيد من قوتها. حذرهم الجد من الذهاب إلى الغابة ليلا، لأن المعوذة قد تكون في انتظارهم. الأطفال كانوا يستمعون بتركيز، وعيونهم مليئة بالخوف. أحد الأطفال سأل الجد: هل يمكننا رؤية المعوذة؟ أجاب الجد: لا أحد يعرف شكلها الحقيقي، لأنها تستطيع غير شكلها لتبدو كأي شخص. ثم أضاف: لكن هناك علامة واحدة تميزها، وهي عيونها الحمراء المتوهجة. الأطفال نظروا إلى بعضهم البعض بقلق، وتمنوا أن لا يلتقوا بالمعوذة أبدا. بعدما سمع الأطفال قصة جدهم خافوا كثيرا. أصبحوا يخافون من الخروج من البيت في الليل. وانتشرت إشاعات أن الناس يسمعون أصواتا غريبة من بيت عائشة، وبدأ الناس يتجنبون المرور بجانب بيتها.
سكشن 5. حادثة البئر. أولى ضحايا عائشة. في يوم حزين استيقظ أهل القرية على خبر محزن. حليمة بنت العمدة وقعت في بئر قديمة. ذهب الناس إلى البئر بسرعة وحاولوا إخراجها لكنهم لم يستطيعوا. خاف الناس كثيرا وحزنوا على حليمة، وبدأ بعضهم يقول أن عائشة هي السبب وأنها هي من ألقت بحليمة في البئر. كانت حليمة فتاة محبوبة في القرية، معروفة بطيبتها وابتسامتها الدائمة. لم يكن أحد يتوقع أن يحدث لها شيء كهذا. البئر القديمة كانت مهجورة منذ سنوات، وكان الجميع يتجنب الاقتراب منها بسبب القصص المخيفة التي كانت تروى عنها. لكن في ذلك اليوم أصبحت البئر مركز الاهتمام، والجميع كان يتساءل كيف وقعت حليمة فيها. بدأت الشائعات تنتشر بسرعة. البعض قال إنهم رأوا عائشة بالقرب من البئر في الليلة السابقة. آخرون قالوا إنهم سمعوا أصوات غريبة تأتي من البئر في الليل. الخوف والشك بدأ يتسللان إلى قلوب الناس، وبدأوا يتساءلون عن حقيقة ما حدث. عائشة كانت معروفة في القرية بأنها غامضة، وكانت تعيش وحدها في بيت قديم على أطراف القرية. لم يكن أحد يعرف الكثير عنها، وكانت الشائعات تدور حولها منذ سنوات، لكن لم يكن هناك دليل واضح على تورطها في حادثة البئر. ومع ذلك بدأ الناس يتجنبونها ويخشون الاقتراب منها. في الأيام التالية حاولت عائشة الدفاع عن نفسها، لكنها لم تجد من يستمع إليها. الجميع كان مقتنعا بأنها السبب وراء ما حدث لحليمة. ومع مرور الوقت أصبحت عائشة منبوذة في القرية، والشكوك حولها لم تتوقف. سكشن 6. القلق يتزايد. هل عائشة حقا مسكونة؟ كل الناس شكوا في عائشة. أصبحوا يعتقدون أنها هي من أخفت حليمة، وانتشرت الأقاويل بأن عائشة استخدمت السحر لإلقاء حليمة في البئر. خاف الناس من عائشة أكثر وغضبوا منها، وقرر بعض الشباب الذهاب إلى عائشة ليعرفوا الحقيقة. سكشن 7. المواجهة. الشيخ يواجه عائشة. حاول شيخ القرية أن يهدئ الشباب، قال لهم أن ينتظروا، ووعدهم بأنه سيتكلم مع عائشة بنفسه. ذهب الشيخ إلى بيت عائشة ودخل عليها دون أن يستأذنها. سكشن 8. كشف الحقيقة. سر قوة عائشة. وجد الشيخ عائشة تجلس في غرفة مظلمة. سألها عن حقيقة ما يقوله الناس عنها، وهل هي فعلا معوزة. قالت عائشة أنها لا تعرف شيئا، وأنها مجرد امرأة عجوز تعيش وحيدة ولا تؤذي أحدا. وأخبرت الشيخ أنها تعرف علاج بعض الأمراض بالأعشاب، وأنها تساعد بها الناس. سكشن 9. هروب عائشة. هل ستعود؟ لم يصدق أهل القرية كلام عائشة. ذهبوا إلى بيتها وأحرقوه، لكن عائشة هربت في اللحظة الأخيرة. اختفت في الغابة ولم يشاهدها أحد بعد ذلك. سكشن 8. نهاية مفتوحة. هل انتهى الكابوس؟ عادت الحياة لطبيعتها في القرية، لكن بقاء حليمة مختفية كان لغزا غريبا. هل كانت عائشة هي السبب في اختفائها، أم أن هناك سرا آخر لم يعرفه أحد؟ سكشن لاش. العبرة من القصة. لا مكان للخرافات مهما كانت الحقيقة، فإن قصة عائشة تعلمنا أن الخرافات والأقاويل ليس لها مكان بيننا.